في اطار تحضيرات رمضان اليوم ان شاء الله نحضر معكم العجينه ديال البيتزا. كتجي طريه وهشيشه، واهم حاجه كنطيبوها غير في المقلاة بمكونات اللي بساط بزاف وبدون دلك وبدون مجهود. بسم الله على بركه الله. في بول كنضيفو 2 كؤوس ديال السميد الناعم اولا 2 كؤوس ديال الفينو. غادي نزيد لهم هنا 2 كؤوس ديال الماء دافي و2 كؤوس ديال الحليب اللي يكون حتى هو دافي. كنزيد هنايا 2 ملاعق كبيره ديال السكر سنيده و2 ملاعق كبيره ديال الخميره حبيبات اولا خميره الخبز. غنخلط كلشي مزيان بالفوي، من بعد غنخلط بالميكسور كما انكم تقدروا ديروا جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. حاولوا انكم تطحنوا مزيان المكونات حتى كتحصلوا على قوام اللي يكون المس، ما يبقاش هكا القوام تاع الفينو حرش. المرحله بالضبط هي اللي كتخلينا نستغناو على الدلك ديال هاد العجينه. من بعد كنزيدوا هنايا الزعتر وكنزيدوا معلقه صغيره ديال الملح، كنزيدوا نص كاس ديال الزيت البلديه ونخلط هنايا بالفوي. من بعد ما غنضيف 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض يعني الفورس او الفارينه وكنخلط. من بعد غادي نزيد الكاس الثالث مع الكاس الرابع ونعاود نخلط مزيان. دابا غنستغني على الفوي ونكمل العجن غير بيديا، وانا كنزيد في الكاس الخامس تدريجيا وحتى الكاس السادس. يعني بالمجموع خدات معايا 6 الكؤوس ديال الدقيق الابيض. يعني كما قلت لكم الكاس اللي تعبروا به السوائل عبروا به حتى النواشف، يا كان كبير يا كان صغير. بغيتو كميه اللي كثيره من البيتزات ديروا كاس كبير كما درت انا. هاد العجينه راه ما كندلكهاش ما كنعجنهاش، راه غير كنجمع هكا وما يبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال الدقيق ونحس بالقوام على هذا الشكل. عجينه تكون طريه كتلصق في اليدين. غادي نغسل يديا، من بعد غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونحاول نجمع العجينه ديالي مزيان. كما قلت لكم راه ما كندلكهاش، غير تنتاكد انني ما بقاوش عندي الدقيق منعزل على العجينه. صافي هنايا غادي نحاول نديرها في واحد البول اخر باش تلقى فين تختمر. كندهن الوجه ديالها بالزيت ونغطي البول بواحد السلوفه وواحد المنديل ونخليها تختمر مزيان على هذا الشكل حتى كيتضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. هذا هو السر باش تجيكم ديما لاباط ديال البيتزا ناجحه، هو في الاختمار والقوام ديال العجينه كما قلت لكم يكون تيتلصق في اليدين، ما تقصحوهاش نهائيا، تخليوها طريه. غادي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت ونحاول اننا نخرج منها الهواء اللي تكون فيها، وغناخذ واحد البلاطو نرشو بواحد شويه ديال الدقيق ونبدا نشكل هنايا في الكرات ديال البيتزا. هنايا كنوريكم الفقاعات. راه هاد العجينه ناجحه بدون اضافات وسهله مهله، كتجي صراحه طريه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي هنايا غنبدا نشكل فيها على كرات اللي تكون متوسطه الحجم، ما ديروهمش كبار وما ديروهمش صغار. ديروا كرات اللي متوسطه الحجم. بالضبط انا عطاتني هاد العجينه اللي شاركت معكم اليوم 11 كره ديال البيتزا اللي عطاتني. من بعد ما شكلت الكرات كاملين غادي نغطيهم بواحد السلوفه ونبدا باول كره شكلت، هي اللي غتكون طلقات شويه ونسرحها هنايا. وضروري ما تستعنوا شويه بالدقيق الفينو. انا خلطت الدقيق الفينو مع الدقيق الابيض، احسن من انكم تسرحوا غير بالدقيق الابيض. ضروري ديروا شويه ديال الفينو اولا تسرحوا غير بالفينو بوحديته اللي بغيتو. بالنسبه للسمك ديما رقوا ما امكن، حيت هي فيها الخميره. ملي كتكونوا هكا طيبوها في المقله راه شويه كيتضاعف الحجم ديالها. غير رقوا ما امكن، رقوها باش تجيكم بيتزا اللي هي مقرمشه ولذيذه. بعد ما تعمروها وتدخلوها في الفرن كتزيد تقرمش لكم وتبقى طريه في نفس الوقت. صافي هنايا من بعد ما سرحت زوجات في هذا الاثناء انا دايره المقله كتسخن. من بعد كنتقبهم هكا بديك اللعيبه، ما عرفتش اشنو سميتها، المهم تقبوها مزيان. من بعد كنطيبوهم في واحد المقله اللي سخناها من قبل على النار اللي تكون مهيله غاديه المتوسطه، ما تجهدوش النار باش يطيبوا لكم على خاطرهم. صافي وانا انا كنسرح وانا كنطيب في نفس الوقت. انايا بحال هذه كنطيبها وانا كنسرح في واحده اخرى، ما كنجي فين نطيب هذه حتى كنكون سرحت الاخرى، وانا كنمسح داك الدقيق اللي كتبقى ليا في المقله ونبدا هكا مره على مره نقلبهم حتى كيتشمعوا وكنحيدهم، ما نخليهمش يتحمروا نهائيا، كما انكم تقدروا طيبوهم حتى في الفران. والخبيزه اللي حيت كنحاول انا نغطيها في واحد المنديل ونبقى بهذه الكيفيه تنكمل كلشي اللي عندي. ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي لاباط ديال البيتزا طريه هشيشه، ما تشبعوش منها نهائيا. كنخليهم حتى كيبردوا تماما، عاد كنحتفظ بهم هنايا في البلاستيك الغذائي، كما انكم تقدروا ديروهم حتى في البلاستيكات الخاصه بالمجمد. هنايا كل 4 كنديرهم مع بعضياتهم وكندخلهم المجمد وقت ما بغيتهم، كنجبدهم وكنعمرهم وكندخلهم الفران بنفس الطريقه وبنفس العجينه. حضرت حتى هاد لي ميني بيتزا، كنسرح العجينه وكنقطعها بقطاعه صغيره وكنطيبهم في المقله كما طيبت الكبارات. كتجي لذيذه وبالصحه والراحه. ما تنساوش ليا لايك.